السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن يعني إيه برمجة وأهميتها في حياتنا وموجودة فين في حياتنا. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب، بدعمني كتير. بس كده، يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي البرمجة موجودة فين في حياتنا، والإجابة هي في كل مكان تقريبا. البرمجة بقت جزء أساسي من يومنا ومنقدرش نستغنى عنها. يعني لو بصيت حواليك هتلاقي البرمجة جزء من كل حاجة قصادك، وأولها الجهاز اللي انت بتتفرج عليه من الفيديو ده، سواء كان كمبيوتر أو لابتوب أو موبايل، والموقع أو البرنامج اللي بتشوف منه الفيديو ده، أو نظام التشغيل اللي مشغل الجهاز، والبرامج الموجودة على الجهاز نفسه، والإنترنت والسيرفر اللي متخزن عليها الفيديو ده، والأجهزة الكهربائية اللي حواليك، من تلاجة لغسالة لتلفزيون لتكييف لآلة حاسبة، حتى وسائل النقل زي العربيات والطيارات والسفن والقطارات والصواريخ والأقمار الصناعية، وخطوط الإنتاج في المصانع والتليفونات والشبكات والبنوك والATM والألعاب والتطبيقات والأجهزة الطبية والذكاء الاصطناعي والكاميرات والشاشات والبلايستيشن والدراعات. ده كده بكل بساطة البرمجة موجودة فين حوالينا. تاني حاجة نتكلم عنها النهاردة يعني ايه برمجة. البرمجة هي ان المبرمج يدي تعليمات او اوامر للكمبيوتر علشان ينفذها. يعني مثلا لو حد داس على زرار الاشتراك يحوله من اللون الاحمر للون الرمادي ويزود عدد المشتركين 1. عملت انت بقى اشتراك دلوقتي؟ لكن ازاي بدي الكمبيوتر تعليمات او اوامر عشان ينفذها؟ لكن لما تكون بتتكلم مع آلة زي الموبايل او الكمبيوتر لازم تكلمها باللغة اللي هي بتفهمها. اللغة اللي بيفهمها الكمبيوتر أو الموبايل أو أي جهاز في الدنيا هي لغة الباينري كود أو الكود الثنائي. الكود الثنائي يعني 0 أو 1. 0 يعني اقفل أو خطأ أو ارجع. 1 يعني صحيح يعني افتح يعني نفذ. 1 يعني اعمل، و0 يعني ما تعملش. خلاص كده البرمجة سهلة، دي 0 1 بس. لكن أنا لسه عندي المشكلة، أنا عايز أدي الكمبيوتر أوامر علشان ينفذها، هو ما بيفهمش غير 0 و1. فعملوا حل. بص، احنا هناخد كلامك اللي هو لغة البرمجة ونحوله لصفار وحيد. فانت عايز الكمبيوتر ينفذ الأوامر بتاعتك، بتقول الأوامر بتاعتك دي بلغة البرمجة اللي انت متعلمها، فبتتحول لصفار وحيد، فالكمبيوتر بيقدر يفهمها، فبتتنفذ الأوامر اللي انت طالبها منه. فلغة البرمجة هي كلام قابل للترجمة للغة الكمبيوتر اللي هو 0 و1. يعني مثلا انت عايز الكمبيوتر ينفذ امر معين منه، فانت بتكتب له بلغة البرمجة، فلغة البرمجة دي تترجم لصفار ووحايد، فالكمبيوتر بيفهمها فبيتنفذ الامر بتاعك، سواء بقى برامج او العاب او مواقع او تطبيقات، اي حاجة بتتعمل بنفس الشكل ده. ايه اهمية البرمجة في حياتنا؟ البرمجة بتساعد الانسان في انه يستغل الحاجة. فمثلا الأجهزة الطبية دي بتساعد الإنسان، والأجهزة دي من غير برمجة بلا قيمة، مجرد حديد وبلاستيك. الموبايل قطعة حديد أو بلاستيك، لكن بالبرمجة سعره ممكن يوصل ل3 و5 و10,000 جنيه. رواتب المبرمجين، متوسط رواتب المبرمجين في الشركات الكبيرة سنويا بيتعدى 2 مليون جنيه في السنة. ليه؟ علشان المبرمج هو اللي بيدي قيمة للحاجة، هو اللي بيقدر يتحكم في سعرها ويخلي سعرها أحسن ويجيب فلوس أكتر. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. متنساش بقى اللايك والسبسكرايب، بيدعمني جدا. نفسي نوصل 1000 مشترك. وبس كده، سلام.